بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اهلا بيكم حبايبي. النهارده هنعمله طريقه كشري الاسكندراني او المصري زي ما بيسموه بطريقه سهله وان شاء الله تعجبكم وانضف واحلى 100 مره من اللي بنجيبوه من بره. هتعمليه كده بتأني. هنا الصلصه بتاعته هقول لكم هتعمل ازاي، اللي هي الشطه بتاعته من فوق، هنا خلطه الخل والثوم اللي بتظبطه يعني بتخليه في حته تانية. دلوقتي هنبدأ الوصفه معاكم سهله وسريعه، خليكم معايا. بصوا الصلصه بتاعته، مش الشطه، الصلصه اللي بتتحط من فوق جميله. هنبتدي دلوقتي بالصلصه اللي من فوق. هنجيبه بصلايه حلوه كده، في ناس بتكتفي التومه بس، لا بس البصل بتخليها طعمها حلو. ماشي، هنجيبوها كده لحد ما تصفر بدرجه هوريها لكم دلوقتي اهي. بصوا لحد ما توصل لدرجه الذهبي ديت بنبدا نحط ايه، نحط نص معلقه توم، بتوديها في حته تانية خالص، بتتشوح بس لحد ريحتها ما تطلع. بصوا معايا كده، وبعدين ننزله بالطماطم. الطماطم زي ما انت عايزه بقى، كيلو، اتنين، نص كيلو، زي ما انت عايزه. انا بحب الصلصه كتير عشان انا بعمل كميه كبيره، عيالي بتحبوه. او بتفضي الطماطم زي ما انت شايفه كده، وبتبداي ايه تسيبيها لما تتسبك، بتبهريها بقى بالطريقه اللي انت عايزاها. فلفل اسود، كمون، كزبره، اللي موجود عندك. ما تعتمديش حاجه حد. هنا حطيت كزبره وفلفل اسود، ما كانش عندي كمون. ومالها احط ايه، مرقه دجاج، بتخليها في حته تانية خالص. بتسيبها بقى هدي على النار لحد ما تتسبك كده عشان تديني طعم ونكهه انا عايزاها. بتوصل بقى قوام ايه، ولا خفيف ولا تقيل، عايزه زي ما انت عايزه. هنا بقول لكم استنوا شويه. تمام، الصباعه بقى تتسبك. هنا بنعمل الشطه بتاعه التوم بتاعه الكشري ذات نفسها. طبعا الخطوات انت عايزه تعملي خطوه قبل التانيه، دي حاجه براحتك. انا هنا بجهز الصلصات والصوصات كلها. هنا جبت ايه، كيس صلصه جاهز ده على معلقه زيت، يعني اديته تشويحه كده على النار، ونزلت فيه بمعلقه شطه كبيره. جبت معلقه زيت على كيس الصلصه ده، جبت معلقه شطه كبيره. بسيبهم بس يغلوا غلوتين اتنين على النار، عشان ايه، طعم الصلصه ما يبقاش لاذع كده. ممكن تستخدمي طماطم عاديه تسبكيها برده كده بالشطه اللي انت عايزاها حاميه زياده، عايزاها كده زي ما انت عايزه. بتسيبيها تاخد غلوتين كده على النار، وبتفضيها بقى في الكوبايه او الازازه اللي انت هتستعمليها. هنا بقى عدتني خطوه الصوص اللي هو دقه الثوم بالليمون. بتعملي، انا عاملاها كميه كبيره عشان عايزاها بشيلها في الفريزر. بتجيبي ميه بتغليها، بتحطي فيها معلقه توم كبيره، ليمونتين كبار، نص معلقه خل، وبتسيبيهم يغلوا غلوه مع بعض. هنا هنعمله الرز بقى بتاعنا. جبنا الشعريه حمرناها وغسلنا الرز، هنبدا نقلبوه. دقه التوم هقولها تاني، شويه ميه عليهم ليمونتين كبار، عليهم كمون، فلفل اسود، وبتسيبوهم يغلوا، ونص معلقه ونص كوبايه خل. هنا الصلصه بتتسبك على الجنب التاني. تمام، بنحط الميه بتاعتنا. ماشي، وبيطلع معاكي سهل وبسيط. هو يعني بتتعبي شويه، بس بتلاقي اكله لذيذه وولادك بيحبوها. هو واقفه يعني، بس احلى 100 مره من الكشري الجاهز اللي هو الحله الواحده والجاهز. هنا بقى بسلق المكرونه. حطيت هنا، بص بقول لكم بتسبك الصلصه. هنا بقى تشكيله مكرونه سباكيتي على مكرونه بص عقل على مكرونه طويله، تشكيله يعني كده. لميت اللي عندي كله، ممكن تعملي بنوع واحد مكرونه بس، وبتسيبيها تستوي. حطيت نص معلقه ملح في الميه، سيبها تسوي. هنا بقى هنقطعه البصل جوليان، او اللي هي جوانح زي ما انت شايفه كده. انا بحب البصل كتير، عيالي بتحبه. بتقطعي الكميه اللي انت عايزاها، بس حاولي ان انت تخلي رفيع يعني كده، وبتبداي تفتتيه. بصوا هنا لميته، بصوا بتفتتيه من بعضه عشان لما تيجي تهمكيه بالزيت اللي فيه بالدقيق يتحمر يعني، ويبقى يعني مقرمش كده. هنا بتجيبوا الطاسه فيها زيت سخن. هنا حطيت عليه معلقه دقيق على معلقه نشا، غمرته بيها، لفيته بيها كده، معلقه دي معلقه نشا على البصل. بقيت احطه في الطاسه. بيطلع بتسويه بقى اللي هي الدرجه اللي بعد الاحمرار كده عشان ينشف معاكي، وبتطلعيه على منديل مطبخ او ورقه، وبتسيبيه ينشف، وتبداي تجهزيه كده. الكشري بتاعنا جاهز وخلصنا كل خطواته اهو. شكله النهائي زي ما انتم شايفين كده. حطيت الرز الاول، وبعدين حطيت المكرونه من فوق، وبعدين حطيت الصلصه اللي احنا عملناها، وبعدين حمص الشام ده بتسيبيه منقوع قبلها بيومين او قبلها بليله، وتسلقيه عادي، وتحطي وادي البصل بصوا متحمر عندكم، والصلصه اهي، الشطه والدقه، ما عنديش حاجه، حطيت في ازازه وخربتها من فوق. الجيش قال لك اتصرف. لو شايفه المحتوى ده مفيد، اتمنى تعملوا لي شير وتدعموني باللايك، والسلام عليكم.